تخيلوا معايا الحرس المدني الاسباني غوارديا سيفيل فتحت مكتب خاص في المعبر ديال طرخال باش يستقبلوا شكايات ديال عائلات المفقودين واللي منهم ماتوا الله يرحمهم، ويتواصلوا حتى عبر ايميل او رقم الهاتف باش يسهلوا عليهم. ولكن دابا الغريب واللي خليني نتسائل هو فاش شفت نداء اللي مقدميننا باش يوصلوا للعائلات. تخيلوا السعنوب مغربي خدام معاهم في الحرس المدني، ما كاين حتى شي عيب في هادشي. العيب هو كتشوف دابا اسبوع او اكثر والعائلات مساكن هما كيقلبوا وكيبحثوا على وليداتهم اللي مفقودين واللي ماتوا غرقا في البحر وما خلاو فين يقلبوا. الناس ما عرفاش شنو غادي تعمل وكيفاش حتى غادي تبحث، والعدد كبير منهم توجهوا الصفحات ديال الفيسبوك باش يقلبوا على اولادهم. وكاين اللي هو كيتساءل فين غادي نمشي، واش غادي نقصد في نضاق، واش غادي نمشي للمستشفى، واش غادي نعمل شي شكايه عند الامن، اشنو غادي نعمل. الناس حيره. ومع الاسف الحكومه ديالنا اللي مفروض عليها انها تكون قايمه بالواجب وتوضح للناس اشنو يعملوا وشنو اللي ما يعملوش، كنتفاجئوا بالحرس المدني الاسباني مستعني بمغربي خدام معاهم باش انهم هما اللي قدموا نداء المغاربه ديالنا للعائلات باش يمشيو لمعبر طرخال ويحطوا شكايات ديالهم او لا يتواصلوا معهم عبر بريد الكتروني او رقم الهاتف. اذا كاين شي واحد من عائلتك ولا صاحبك اختفى في هذا الاسبوع الاخير وكظن بان دخل سبته سباحه، ضروري تبلغ به. الحرس المدني الاسباني غوارديا سيفيل حل مكتب خاص باش ياخذ هذه البلاغات، وهذا المكتب كيتواجد في معبر طرخال. فالصراحه الله هادشي هذا غريب. واش هاد العائلات ما معنيش بالامر هنا في المغرب ولا كيفاش؟ واش ماشي من المفروض هاد المغاربه اللي هما مساكن اللي عالم بهم غير الله اللي فاقدين وليداتهم تسهل عليهم ماموريه وتقول لهم ها شنو غادي نعملوا، ها شنو خصكم تعملوا؟ راه مثلا كاين واحد التنسيق ما بيننا وما بين اسبانيا ومتبعين خطه ديال 1 2 3 باش هاد العائلات يرتاحوا ما يبقاوش مضغوطين وما فاهمين حتى حاجه. راه واحد العدد كبير الاخوان دخلوا عليه في باج ديال الفيسبوك، منهم واحد كنت نشاط له الفيديو ديالو هو كيقلب على خاه، هو براسو ما كانش عارف اشنو غادي يعمل، واش غيمشي ديكلاري، واش غادي يمشي للمعبر، واش غيمشي للفنيدق، واش غيمشي لتطوان. وكيسمعوا جثات باللي كيدخلوا المستشفيات هنا في الفنيدق وتطوان. يعني الناس بقات حيره، ولكن شكون اللي غيرشدهم؟ ما كاين حتى شي حد. فما علينا. العائلات دابا اللي كتقلب على اولادها وما عرفاش كما قالوا الحرس المدني راهم عملوا دابا مكتب خاص كيستقبلوا فيه شكايات ديال العائلات اللي ولادهم ضاعوا لهم. مشي قدم الشكايه ديالك تما او دخلوا للتعليقات غتلقاو ايميل والنمره ديال التليفون. فهادشي اللي كاين. فالله يرحم الضحايا والله يصبر عائلتهم.